ندير معكم جوج الوصفات. الوصفه الاولى غادي نستعملوا الصبغه، والمحلول الثاني اللي هو كيغطي الشيب وكيقوي الشعر. على بركه الله. خديت 2 معالق ديال الشاي الاحمر البنات، 2 معالق كبار ديال الشاي الاحمر ليبتون. ضفت ليه 2 معالق كبار ديال البابونج اولا الزهره على حسب كل بلاد وشنو سميوها، وخصوصا حنا كنعرفوا ان البابونج اولا الكاموميل فهي معروفه الفوائد ديالها الغزاله للشعر، كتعطينا واحد اللوين رهيب للشعر. عاوتاني ضفت البنات 2 معالق كبار ديال المرمميه، راني وريت لكم السميه ديالها البنات ملي كنت كنهضر، وريت لكم السميه ديالها وكيفاش كتكون. خديت 2 معالق كبار يعني لا باس بهم، 2 معالق كبار ديال المرمميه ضفتهم مع هاد الخلطه هذه. وهنايا انا ضفتهم في بريق ودرت 2 كيسان كبار ديال الماء وغطيت البريق وخليتهم يغليو على نار مهيله حتى تطلق ليا ديك المكونات كلها على نار مهيله. هنا غندوزو للخلطه الصبغه، بما اننا بغينا نصبغوا الشعر ديالنا بمكونات طبيعيه لتغطيه الشيب تقويه الشعر. وهنا غنقسم معكم مكونات اللي هي طبيعيه 100%. اول مكون ضفت معلقه ديال قشور الرمان مطحون، حنا كنعرفوا الفوائد ديالو في تغطيه الشيب رهيبه، يعني لا المرمميه ولا قشور الرمان فهما كيعطيو واحد التغطيه ديال الشيب غزاله بزاف، كيعطيو لون واعر، يعني كيعطيو واحد اللون اللي هو بني. هنا اكيد بزاف ديال الناس كيستعملوا قشور الرمان والمرمميه لتغطيه الشيب بمكونات طبيعيه احسن ما يكون. غادي نضيف لهذوك المكونات معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ممكن انكم تستغنوا عليها وديروا قهوه العاديه اللي هي مطحونه. غادي نضيف على دوك المكونات هذاك الخليط اللي خليته كيغلي لمده ديال 20 دقيقه على نار مهيله. غادي نبدا نخلط الكل بمعلقه، وغادي نضيف فقط بشويه بشويه، يعني ما بغيتش نستعملو كله، غادي نخلي من بعد غنوريكم كيفاش غادي نستعملو. غادي نبدا نخلط حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. نسيت ما قلت لكم البنات بانني ضفت معلقه ديال الحنه، معلقه كبيره ديال الحنه. طبيعه هنا البنات اللي عندهم حساسيه من الحنه او لا عندهم مشاكل يعني ما كيبغوش الحنه، فهنا ممكن انهم يعوضوا الحنه بالكركديه، يعني المسحوق ديال الكركديه مطحون، يضيفوا واحد الكميه لا باس بها على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديال كل اخت. بطبيعه الحال هنا المكونات اللي كنعطيكم البنات حاولوا انكم تكثروا منها، الا كان الشعر ديالكم طويل وكثيف حاولوا انكم تكثروا منها، فهي كتبغي هاد الوصفه تتبغي ملي نديروها على الشعر يكون يعني متختخ، يعني يكون شارب الوصفه، ماشي تجي ما يجيناش الشعر ناشف. كثروا المكونات الا كان الشعر ديالكم طويل بزاف، لان الا كانت قليله الوصفه وما غاديش تعطيكم تغطيه وما غاديش تعطيكم المنفعه اصلا. يعني كاينين شي اخوات راه تيكون الشعر ديالهم ما شاء الله قوي قوي بزاف وكيديروا هذا القياس اللي كنعطيهم ما كيستافدوش منها، تيقول لنا اختي نعيمه راه هذه الوصفه هذه اللي درنا راه يلا غطات لينا واحد البلاصه. البنات راه الشعر ديالكم كثيف وطويل خاصكم تكثروا منها، خاصكم تكثروا منها، ضعفوها 3 المرات الا كان الشعر ديالكم قوي وكثيف. فلهذا البنات ما تتبعوش القياس ديالي، انا هنا كندير القياس ديال الشعر ديالي فقط، يعني انا هذا القياس اللي كنعطيكم راه ديال شعري انا الوصفه غادي نخليها تختمر واحد المده ديال 2 ساعات، ضروري انها تختمر البنات. كنا كنعرفوا ان الوصفات الطبيعيه ضروري انها تختمر باش هكا تجانس مع بعضياتها والمكونات يتلقوا مع بعضياتهم وما نحصلوش على واحد اللون غير مرغوب فيه، نعطيوها الوقت في الاختمار. هنا البنات غندوزو للوصفه الثانيه. بالنسبه للناس اللي ما باغينش صبغه، بالنسبه للناس اللي باغيين شي محلول هكا يقوي لهم الزغبه ديال الشعر، الناس اللي عندهم الشعر ديالهم كيتساقط لهم بزاف، فانا هنا كنصحكم بهذا الحلول اللي درنا في الاول البنات اللي هو ديال المرمميه الشاي الاحمر والبابونج. البنات الا باقيين عاقلين في الاول ديال الفيديو خليناهم يغليو وطلقوا لينا دوك المكونات ديالهم كلها، فهنا غادي نضيفوها في واحد الكاس. هنايا البنات غادي نضيفها في هذا البخاخ، ولكن قبل ما نضيفها في هذا البخاخ غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال زيت الخروع البنات اولا كاسترد اويل. انا غنوريه لكم البنات، انا فقط حبيت نوريكم البخاخ اللي غنستعملها فيه. غادي نستعمل واحد القياس ديال معلقه صغيره فقط. حنا كنعرفوا ان هاد المكونات اللي درنا كتنشف الشعر، فاحسن زيت وافضل زيت باش تكون عندي وصفه متكامله فغادي نضيف زيت ديال الخروع غزال بزاف، وشكون اللي ما كيعرفش الفوائد فهي خطيره بزاف واحسن زيت بالنسبه لي انا في تطويل الشعر ولا
في تقويه الشعر فهو زيت الخروع. بالنسبه للبنات اللي ما كيتملكوش زيت الخروع فممكن ان هنا يعوضوه باي زيت متواجد عندكم في البيت. بالنسبه لهذا الرشاشه هذا او لهذا المحلول ممكن نستعملوه في اي وقت بغينا، ممكن نستعملوه 4 ديال الخطرات في النهار بدون بلا ما نغسلوا الشعر ديالنا، ماشي ضروري انه نغسلوا الشعر ديالنا، فهو تيعطينا تغطيه الشيب، تيقوي لنا الجذر ديال الشعر ديالنا. بطبيعه الحال ملي نرشوا هذا المحلول البنات ضروري ان نديروا واحد المساج في الفروه ديال الراس ديالنا. الصبغه ديالنا الطبيعيه 100%، خلينا خمرات واحد المده ديال ساعتين، بعد كنحلوها من داك البلاستيك وكنضيف ليها معلقه صغيره ديال خل التفاح كمثبت اللون، وغادي نضيف لها زويته بطبيعه الحال، لان هاد المكونات اللي درنا هنا فهما كينشفوا الشعر، ضروري ما نغطيوهم او ما ننعموا الشعر ديالنا بواحد المحلول ديال الزيت. وبطبيعه الحال ملي نديروا الوصفه ونخليوها على الشعر ديالنا واحد المده ديال 5 سوايع ونغسلوه فقط بالماء وندهنوا تاني الشعر ديالنا بالزيت. ضروري انكم تدهنوا الشعر ديالكم بالزيت هكا باش ما تنشفش لكم الشعر ديالكم. راها غزاله البنات هاد الوصفه هذه. بالنسبه للتكرار شحال من مره، انا هنا كنصحكم انكم تستعملوها مره في الاسبوع. الا كنتوا اول مره غادي ديروها فانا هنا كنصحكم ديروها 2 مرات في الاسبوع، بقاو كديروها 2 مرات في الاسبوع حتى تحصلوا على داك اللون اللي بغيتو، ومن بعد وليو ديروها مره في 15 يوم حتى المره في الشهر البنات. وصفه غزاله كنصحكم انكم تجربوها. هنا انا كنقسم معكم الوصفات بالنسبه للناس اللي كيبغيو وصفات طبيعيه 100%، الناس اللي ما كيقدوش انهم يستعملوا الصباغه الكيماويه، الناس اللي ما كيقدوش يشريو داك البرودوي اللي كيغطيو الشيب. فانا هنا كنقسم معكم هذه الوصفه، راها طبيعيه 100%، هي كتقوي الشعر وكتطول الشعر، كيولي الشعر كيطوال، وخصوصا اللي الشعر ديالهم متضرر بزاف، واللي الشعر ديالهم متساقط، واللي الشعر ديالو ما كيقدش يصبغوا بالصبغه الكيماويه. فانا هنا خوتي كنقسم معكم هذه الصباغه الطبيعيه 100% كتغطي الشيب وطبيعيه وما فيها حتى شي حاجه اللي ضاره. ممكن المراه الحامل انها تستعملها، ممكن اننا نستعملوها للوليدات ديالنا، وراها غزاله بزاف. مع المده صدقوني ان غادي تلاحظوا الشعر ديالكم ولا كيطوال وما بقاش كيتساقط، واللون ديالو ولا غادي كيولي قهوي. مع المداومه غادي ترجع الشعر ديالكم قهوي واللون ديالو غزال بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي التعاليق ديالكم وتخليوا لي التجارب ديالكم، وان شاء الله يا البنات غادي نلقاكم في فيديو قادم. خليكم في رعايه الله.